تخيل تصحى في يوم عادي تلاقي الدنيا كلها اتقلبت، ضباب احمر قاتل في كل مكان، الناس عمالين يتحولوا واحد ورا التاني لكائنات مرعبة، والأسوأ بقى انك ما كنتش نايم ليوم واحد، ده انت بقالك 5 شهور فاقد للوعي. ده الموضوع كبير قوي بقى يا حمادة. يا ترى ايه اللي حصل لكل ده؟ وانت بقى هتواجه كل ده ازاي؟ اهو ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي. ده هو تشهرو، عيل غلبان ضعيف كحيان لاقينه على باب الجامع، عشان كده هو قاعد في بيت ابو صاحبه اللي متبنيه واللي معتبره زي ابنه. وفي احدى ايام الجامعة بيحصل حاجة غريبة بتغير حياته، صوت صاخب بينتشر في كل المدينة، اي حد بيسمعه بيفقد الوعي فورا ما عدا تشهرو اللي بيكون صامد للنهاية، لحد ما بيغزو المدينة ضباب احمر. ساعتها بيستسلم وبيفقد هو كمان الوعي، بيعدي الوقت وبيفوق بعد كده وهو في المستشفى، واللي بيتصدم صدمة عمره لما الدكتور بيقوله انه كان نايم لمدة 5 شهور، وان معظم الناس اللي اغمى عليهم صحوا بعد اسبوع اصلا، وانت يا تشهرو اخر واحد يصحى من الناس اللي اغمى عليها. اما بقى يا ابني بالنسبة للكارثة اللي حصلت دي، فالبشر اطلقوا عليها اسم الانهيار العظيم، ولحد دلوقتي مش قادرين نعرف السحابة دي جت منين وايه اللي حصل اصلا. والاغرب من كده كمان ان كل اللي اغمى عليهم دول لما صحوا كانوا بحالة كويسة، ما حصل لهمش اي حاجة. في نفس الوقت ده بيجي له صاحبه اللي اسمه كوتيتسو، ايوه هو ده ابن الراجل اللي لقى على باب الجامع، واللي جاي له دلوقتي علشان يروحوا البيت، وبيعرفوا ان كل اللي موجودين داخل السحابة دول محتجزين مش بيخرجوا. كان الاول ممكن بيعرفوا يدخلوا ويخرجوا من الضباب ده، انما دلوقتي لا دخول ولا خروج حتى. ولما بينزلوا من المستشفى بيقابلوا صحفي اسمه كهرة اللي بيتكلم مع تشهرو بطريقة مستفزة جدا بتضايقه، وانه متأكد ان هو ورا كل اللي حصل ده لانه اطول واحد نام في كل اللي ناموا، وبيهف الدخان في وشه ويسيبه ويمشي. المهم يعني بيوصل اخيرا تشهرو للبيت مع صاحبه، لكن فجأة بيسمعوا نفس الصوت الصاخب اللي سمعوه قبل ما يغمى عليهم، وبيشوف تشهرو ان اللي بيعمل الصوت ده هو بني ادم زيه زيهم. ومع ضجيج الصوت القوي ده فجأة بيخرج وحش ضخم جدا من البيت. الصدمة بقى ان الوحش ده اصلا ازاي كان متخفي في جسد ابو كوتيتسو، فمش محتاج اقولك ان الوحش ده هجم عليهم هما الاتنين، لكن تشهرو بيستجمع شجاعته وبيمسك خشبة مكسورة في ايده، قال يعني هيخوف الوحش بيها. بتعمل ايه يا حبيبي انت هبل؟ انت عبيط يا اسطى. وزي ما انا توقعت الوحش بيغز بالساطور بتاعه بيقسمه نصين، وبتقع حتة الخشبة من ايد تشهرو يا عيني. لكن في نفس الوقت ده بتستيقظ بداخل تشهرو حاجة، تشهرو بتاع زمان ما عادش موجود يا منطقة، لانه بيكون لسه واقف مكانه ما اتحركش، لكنه لما بيفتح عينيه بتكون كلها دم وغضب، وفجأة بيخرج منه هالة شكلها غريب، وبيتحكم في الهالة دي يحولها لسيف يكسر بيه سيف الوحش، وبالضربة التانية بيقطع له ايديه، وبكل سهولة بيخلص عليه، حرفيا بيرسم له علامة اكس في بطنه. بيفوق بعدها تشهرو من اللي حصل ده، اللي هو مين اللي عمل كده يا جدعان؟ هو انا فعلا اللي عملت كده بجد؟ وبتضطر ايكو انها تنومه بعد الصدمة اللي اتعرض ليها دي. مين ايكو دي بقى هنعرفها دلوقتي. في نفس اللحظة دي بيختفي الوحش اللي مقتول على الارض، وبيكون كوتيتسو مش فاهم اي حاجة، هو اللي بيحصل وانت مين والوحش ده ايه؟ قوليلي فين ابويا؟ بتقول له اسكت دلوقتي مش وقته اي حاجة من دي، المهم لما الشرطة تيجي تقول لهم ما شفتش اي حاجة وانا هفهمك كل حاجة بعدين. وفعلا لما بتيجي الشرطة علشان تستجوبهم بيقولوا لها احنا ما شفناش حاجة، احنا واغمى علينا اول ما الوحش جه. بتقول لهم الشرطية على العموم في اشاعات بتقول ان البشر بيتحولوا لوحوش، لكن كل ما نروح لموقع الحادث بنلاقي ناس مختفية ومفيش اي اثر للوحوش. بعدها بشوية بيفوق تشهرو واللي بيلاقي انه مش متعور ولا اي حاجة، ده انا كنت في المعركة مقسوم نصين من شوية، ايه الهبل ده؟ الاغرب من كده بقى انه بيلاقي ايكو دي بتقول له يا معلمي. معلمي مين يا بنت انت؟ انا اول مرة اشوفك اصلا. لكنها مش بترد عليه وبتروح تعمل لهم الاكل، وبتقول لهم يلا كلوا علشان تكبروا كده ويبقى عندكم عضلات. بيتضايق منها كوتيتسو وبيقول لها انت يا بنت انت شكلك عارفة كتير ومخبيه علينا، بسرعة قولي كل اللي عندك حالا. بتقول له اقعد يا حبيبي، انا مهما اشرح لك انت حمار ومش هتقدر تستوعب اي حاجة. فبيسمع الكلام وبيقعد، وبيروح في اليوم التالت تشهرو للكلية بتاعته،
وهناك بتحصل حاجة غريبة جدا، وهي ان في شخص بيكون على وشك انه يتحول لوحش، لكن بيظهر دكتور إينوكي وبيديله مصل ينيمه، وبتاخده المساعدة بتاعة إينوكي واللي اسمها ساكي. بعد كده وبينما هما في المدرسة بتظهر واحدة ومعاها أجراس، وبالأجراس دي بتعمل صوت مزعج جدا للبشر، فبيفضل تشيهرو يجري وراها لحد ما بيشوفها وهي بتفتح بوابة وبتحول البشريين لوحوش، وبيحاول يوقفها لكن الأوان فات خلاص. وبيكون معاها شخص تاني وبيقول لتشيهرو الموت للسلالة البطولية، وبيحول البشر أسرع منها لوحوش. بتيجي إيكو لتشيهرو وبتقوله بسرعة يا معلمي افتكر انت مين، سيب نفسك للدماء البطولية اللي جواك، انت الوحيد اللي هتقدر تخرجنا من الموقف المهبب ده. فبيفتكر تشيهرو اللي عمله اول مرة لما تحول خلص على ابو كوتيتسو، وبيقول لها لا 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 انا مش هتحول ولا هسيب نفسي، افرضي كوتيتسو صاحبي يتحول لوحش، عمري ما هقدر اقتل شخص عزيز عليا، انا اموت نفسي ولا اني اعمل كده. لكن المفاجأة بقى ان عينين كوتيتسو بتلمع بالدم هي كمان، وده معناه انه عنده سلالة الدم البطولية، وبيضرب الوحش اللي بيهجم عليه طياره، وبيطلع يجري ورا الشخص اللي هو السبب في كل ده. لما بيلحقه بيقول له هو انتوا طلعتوا اتنين عندكم الدم البطولي؟ للاسف مضطر اقتلكم انتم الاتنين. وبيفتح بوابة تحت عدد من البشر يحولهم لوحش واحد قوي جدا ضخم، فكوتيتسو مش بيكون قادر يقف قدامه وبيتعرض لضربة مميتة. في اللحظة دي بقى ما بيسيبوش تشيهرو وبيتحول هو كمان وبيطير الوحش بضربة واحدة، لكن الوحش مش ضعيف خالص وبيقوم لهم تاني. وبيكون تشيهرو في موقف صعب جدا لان رجل كوتيتسو اتكسرت، فبيطلب المساعدة من ايكو. ساعتها ايكو بتقوله لا 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 ده مش اسمي الحقيقي، لازم تفتكر اسمي الحقيقي علشان ابقى معاك. ساعتها بيفتكر اسمها بصعوبة جدا واللي بيكون ايكو سيريد. اول ما بتسمع اسمها بتبدأ تتحول على طول، وبنعرف ان دي هي الحامية بتاعته، وبتساعد هي كوتيتسو وبيروح هو يخلص على الوحش بضربة واحدة. لكن في حاجة لسه جوه تشيهرو مضايقاه جدا، هو مش عايز يقتل بشر زيه، ما بيتوقفش الشخص ده وبيستدعي نفس الوحش تاني من بشر برضه، وبيهجم على تشيهرو اللي بيكون مستسلم لانه مش عايز يقتل بشر. ومش بس كده، ده بيمدوا الشخص ده بالقوة وبيخليه اقوى بالضعف. اول بقى ما بيقرب الوحش ده على تشيهرو علشان يقتله بتنور الكريستالة اللي في قلب تشيهرو، وبتخرج هالة قوية جدا بتأثر في الجو المحيط كله، وبيقف تشيهرو على رجله اقوى من الاول، وبيقدر يصد هجوم الوحش بكل سهولة. بيكون بيراقب اللي بيحصل ده الصحفي كيهارا، واللي بسبب قوة تشيهرو بتبدأ ترتعش وبتكون على وشك انها تتحول هي كمان. فكيهارا بيكون مش عارف يعمل لها ايه، فبتظهر له واحدة من العدم وبتقوله تقدر تنقذها لما تستخدم الدماء البطولية بتاعتك. بيكون هو مش فاهم قصدها وبيقول لها ازاي، لكنه في لحظة بيقدر يتحول وهو مش عارف اصلا ازاي. بعد ما بيتحول بتقوله لازم كمان تنده لها باسمها الحقيقي واللي هتلاقيه محفور في قلبك، دي هي الحامية بتاعتك. بعد شوية تفكير بينده لها كيهارا باسمها الحقيقي اللي بيكون ايرو، فبتتحول بسرعة زي ما ايكو اتحولت قبل كده. بعد ما بتتحول بقى بتدي الوحش ضربة واحدة بتخلص عليه. ساعتها بيتحط مستدعي الوحوش ده في موقف صعب جدا لان تشيهرو بيستهدفه وبيكون عايز يخلص عليه، بس المساعدة بتاعته بتتدخل بسرعة وتدافع عنه، وبيقدروا انهم يهربوا منهم. في اللحظة دي بتنتهي قوة تشيهرو لانه بيستهلكها بغباء، وبتصطحبهم شيما اللي ظهرت من العدم للمقر بتاعها اللي بيكون في الكنيسة، واللي كمان بتكون عارفة معلومات كتيرة جدا عن اللي بيحصل. لما تشيهرو بقى بيفوق وبيسألها ويقول لها طب ممكن تقولي لي اللي انت عارفاه، بتقول له القائدة بتاعتنا هتفهمك كل حاجة. بتظهر فعلا القائدة في اللحظة دي واللي بيكون اسمها دوكسي. الغريبة بقى ان تشيهرو عارفها لانه شافها في الحلم قبل كده. بتبدأ دوكسي كلامها وتقول له بعد 40 سنة من دلوقتي العالم هيفنى لان الدمار قادم وهيبدأ عصر جديد، يا اما العالم الجديد ده هيتولد من فوضى او امل. مفتاح الامل ده بقى موجود ما بين ايدين حاملين سلالة الدم البطولي زيك كده، من الاخر كده انتم امل العالم وصناع السلام. وعلشان نقدر نقضي على حكام عالم الفوضى زي اللي انت قابلتهم من شوية لازم يتولد من بيننا سيد السلالة، هو ده الوحيد اللي هيقدر يقضي عليهم. وعلى فكرة اللي بيقدروا يحولوا البشر لوحوش دول اسمهم عملاء الفوضى، وبيقدروا يستخدموا البشر كبوابات لاستدعاء وحوش من عوالم تانية. والحل الوحيد دلوقتي اللي قدامنا اننا لازم ندمر طوكيو اللي هي ساحة الضباب الاحمر، وده علشان يتوقف الاستدعاء بتاع عملاء الفوضى. قوموا بتدمير هذه المدينة لإنقاذ مستقبل
مستقبلكم. على الجانب الآخر بنشوف عمال الفوضى وهم مع قائدهم، واللي بيوصلوا آخر أخبار أصحاب الدم البطولي، وبيقولوا لهم هم بيحاولوا يدمروا طوكيو علشان يخلقوا عالمهم الخاص، وبيدعوا كمان ان الدمار قادم بعد 40 سنة. ده هم كده اللي هيدمروه. بيحاولوا يضحكوا على بعض بانهم هيولدوا عالم فاضل مفيش فيه غلطات، بس ما يعرفوش ان اللي هم بيعملوه ده هو اللي هيدمر العالم بجد. احنا لازم ننقذ العالم من الدمار ونفتح فيه بوابات لعوالم تانية. شعارنا هو الموت لسلالة الابطال. ايوه يعني يا جدعان، برضو مين الصح دلوقتي ومين الغلط؟ ده اللي المفروض هنعرفه قدام يعني. بعد كده بيروح تشيرو لمدينة الضباب الأحمر اللي في طوكيو، وبيبدأ يدمر حواجزها، والحواجز دي ليها مركز هو السبب في الضباب ده، وبيكون لكل منطقة في المدينة مركز للحاجز بتاعها. لكن في صراع داخلي عند تشيرو بيمنعه انه يكمل النهاردة، وده اصلا بعد ما دمر جزء من طوكيو. لما بيقابله كيهارا بيقول له يا ترى مبسوط كده وانت عمال تدمر في ام البلد؟ ساعتها بيتألم ضمير تشيرو اكتر واكتر، لدرجة انه لما بيروح ينام بتجيله احلام زي الزفت. لكنه في اليوم اللي بعده بيكمل تدمير في ام المدينة عادي. بس اللي مش عادي بقى ان بيظهر له زعماء الفوضى، واللي بيهجموا عليه علشان يوقفوا المخطط بتاعهم ويمنعوهم. فعلى طول بيتحرك كوتيتسو بكل سرعته علشان يمنع هجومهم، لكنه للأسف مهما عمل مش بيكون ند ليهم، وبتضطر ساكي انها تتدخل. فبالمقابل بتدخل يوري اللي من ملوك الفوضى هي كمان. في نفس اللحظة دي بتظهر شخصية جديدة بتتقاتل مع كوتيتسو واسمها تسوباكي. الصدمة بقى انها بتكون مش من عملاء الفوضى، وبتتقاتل مع كوتيتسو لانها كانت مفكرة من عملاء الفوضى، وهو كان مفكرها هو كمان من عملاء الفوضى. يا اخي يخرب بيت العبط بتاعكم انتوا الاتنين. نرجع بقى لتشيرو اللي بيدخل حاجة اسمها ذكرى مع يوري، والذكرى دي بقى يا سيدي هي نسخة طبق الاصل من عالمنا بس في ذهنهم. وبتحاول تتكلم مع تشيرو بعقلانية وبتقوله اللي انت بتعمله ده غلط. انت مفكر انك لما تدمر كل الحواجز العالم هيبقى في سلام يعني؟ صدقني مش هيحصل يا تشيرو. بيقول لها بلاش عبط، انت عايزاني اصدقك ازاي؟ انا شفتكوا بعناية دول وانتوا بتحولوا البشر لوحوش. وبيقعد يلف في الذكرى اللي هما فيها علشان يخرج بأي طريقة، لكنه للأسف مش بيعرف. فبتعرض عليه يوري انه لو اداها فرصة يفهمها ويتعاون معاها هتساعده يخرج من هنا، وهتدله على الطريق الصح كمان، لكنه بيرفض ويسيبها ويمشي. لما هي بقى بتلاقي ان مفيش فايدة منه بتضطر تدله على طريق الخروج، واللي بيكون موجود في جوهر شبه جوهر الحاجز كده، وعلشان يخرجوا من الذكرى دي لازم يدمروه. ولما بيحاول مش بيعرف يسيطر على قوته وبتساعده يوري، وبسببها بينجح في تركيز قوته وبيكسر الحاجز. المفاجأة بقى لما بيفتكر ان كان ليهم ذكريات مع بعض لكن مش واضحة قوي، ولما بيسألها انت مين؟ انا حاسس ان اعرفك من زمان، مش بترد عليه. على الجانب الاخر بقى في القتال مع جون بتكون اليد العليا لصالح ساكي. صحيح بالمناسبة ده هو جون اللي هو عميل من عملاء الفوضى. المهم في وسط القتال ده بيتدخل واحد اسمه هارو بلكمة قوية على وش ساكي، واللي بتكون اول مرة ليه القوة دي تستيقظ عنده. فبتتضايق جدا منه ساكي وبتقول له ده انت يومك اسود، وبيدور بينهم قتال دمي سريع خطير فشيخ شنكيح. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. المهم يعني ساكي في اللحظة دي بتكون على وشك انها تخسر، فبيتدخل ابننا تشيرو ويضرب هارو ضربة يلزق بيها بطنه في ظهره. 2-1 مش مرجلة اخواتي، ما بالك بقى ب2-1. وبيتكلم تشيرو مع كل اصحابه وبيقول لهم احنا لازم نتراجع دلوقتي، في حاجة غلط في الخطة. لما بيرجعوا للمقر بتاعهم بيطلب منهم تشيرو انهم لازم يأجلوا تنفيذ الخطة دي شوية، لان يوري عاملة الفوضى دي قالت له ان كل اللي بيحصل ده بسبب امك حرفيا، وانا مال امي. لما بيسمع كيهارا بقى الكلام ده بيقول له على فكرة انا اعرف عنك اكتر ما انت تعرف عن نفسك، مش انت اللي قتلت ابوك وامك؟ جايز لو انا سألتك ازاي انت طعنت ابوك ممكن تفتكر ازاي قتلت امك. على فكرة هي عندها حق لان كل اللي بيحصل ده بسببك. بيرجع بعدها تشيرو للمنزل بتاعه، واللي بيكون باين عليه كان حصل فيه انفجار من زمان. لما بيعدي اليوم
اليوم ده بيروح في اليوم اللي بعده علشان يتكلم مع دكتور إينوكي، واللي بيكون متأثر جدا وبيقول له أنا مش عايز أقتل حد ومش عايز أدمر طوكيو. بيكون رد دكتور إينوكي عليه أنا معاك ما تقلقش، أنا كمان زيك بالظبط مش عايز أذي حد، وأكيد هلاقي علاج بيعالج البشر اللي اتحولوا لوحوش. على الجانب الآخر بنعرف إن تسوباكي ومعاها ماري تابعين لحاجة اسمها دولة الحماة، ودول اللي دورهم إنهم يكونوا الخط الدفاعي ضد الفوضى والوحوش والزعماء اللي خرجوا من البعد الآخر بعد الكارثة. يعني هم مش تبع عملاء الفوضى ولا تبع أبطال السلالة، وهم حاليا بيدوروا على جو اللي بيحول البشر لوحوش. فكوتيتسو لما بيسمع عنه بيقول لهم هو فين أنا عايزه علشان انتقم منه للي عمله في أبويا، وبيبدأ بعدها يساعدهم في إنهم يدوروا عليه. وبينما هم بيدوروا بيهجم وحش قوي جدا على تسوباكي، ولولا تدخل كوتيتسو كانت هتموت. المفاجأة بقى اللي محدش توقعها خالص ان الوحش ده هو الطبيب إينوكي. ازاي بقى ما تفهمش. في نفس الوقت ده بتيجي كوابيس لتشيهرو ان دكتور إينوكي هيموت، وبيكون جون عارف حاجة عن دكتور إينوكي وباعت ناس يدوروا عليه، لكنه بيقتلهم وهو في هيئة الوحش. وبيكون هم تشيهرو دلوقتي ان هو لازم يلاقي دكتور إينوكي، لكن اللي بيوصل الاول لدكتور إينوكي هم اتباع جون، فبيبلغوه على طول ان هو يجي. لكن دكتور إينوكي بيطلب منهم انهم يمشوا قبل ما يتحول غصب عنه يؤذيهم، لكن بيزداد الطين بلة وبيجي تشيهرو، واول ما بيحاول يقرب منه بيقول له ما تقربش مني يا تشيهرو ده خطر على حياتك. وبيتدخل اتباع جون كمان وبيقولوا له يلا يلا من هنا بدل ما نزعلك. وفي وسط ما هم مشغولين مع بعض بيكون إينوكي على وشك انه يتحول، بس بيمسك نفسه ويهرب في اللحظة الأخيرة في المية. بيروح تشيهرو بعدها على بيته وهو زعلان، وهناك بيلاقي يوري واللي بتفكره بزمان وبتقول له فاكر لما مامتك كانت بتعمل لنا كاكاو السخن؟ فبيقول لها لا مش فاكر حاجة خالص، انا كل اللي مستغربه دلوقتي انا ليه بحس بالامان وانا معاكي. على الجانب الاخر بيعثر جون على إينوكي، واللي بنكتشفه من كلامهم انهم كانوا صحاب زمان اصلا. واللي بيحصل لإينوكي ده دلوقتي نتيجة تجارب اتعملت فيه وهو صغير من منظمة افال. وبينما إينوكي على وشك انه يتحول بيطلب من جو انه هو يقتله علشان يخلص الناس من اذاه، لكن جون بيكون رافض طبعا، انا مش هقتل صاحبي. بيقول له علشان خاطري اقتلني وانا صاحبك قبل ما تحول وابقى عدوك. وبعد صراع كبير قوي بداخل جون بيكون خلاص على وشك انه يقتل إينوكي، لكن بيتدخل ويمنعه تشيهرو في اللحظة الأخيرة، وبيفوت الأوان وبيتحول إينوكي الوحش. طبعا ما بيصدقش تشيهرو عينيه لما بيشوف تحول إينوكي، وبيبدأ قتال بينهم هما التلاتة. وبيكون تشيهرو مش عايز يؤذي إينوكي وبيقول له وقف اللي بتعمله ده يا إينوكي، انت ازاي مش فاكرني؟ ده حتى جون لما بيهجم عليه ما بيقدرش يلمسه من كتر ما هو قوي، فبيضطر تشيهرو يستخدم كل قوته واللي ما بيقدرش يسيطر عليها اصلا، لكنها بتروح في الفاضي وبتختفي. ومن هنا بيبذل تشيهرو اقصى ما عنده علشان يتصدى لإينوكي، وفي اللحظة دي بتخرج قوة غريبة من جسد تشيهرو وبيقدر يزيد قوته. فاول ما جون بيشوفها بينبهر لانه عارف ان دي هي قوة سيد السلالة، وبسببها بيمتص قوة وحش إينوكي. فإينوكي بيضربه ضربة قوية جدا بتطيره وبيطير وراه وبيقول له اوعى تستسلم يا تشيهرو، انا مش عايزك تبقى زيي. وبيمسكه تشيهرو وبيمتص قوته تاني. بعد ما إينوكي بياخد القوة دي بينفجر في المكان، لانه كده ضحى بنفسه علشان محدش ياخد القوة دي وتسيطر عليه. بيشخصنها جو بقى وبيكون عايز ينتقم من تشيهرو بأي طريقة، لانه شايف لحد دلوقتي انه هو السبب في موت صاحبه. وبيروح يعرض على منظمة افال انهم لازم يخلصوا من اصحاب الدم البطولي دول حالا وعلى راسهم تشيهرو. فابو يوري رئيس المنظمة بيديله الموافقة على انه يعمل كده فورا، لانهم اكيد دلوقتي هيكونوا في لحظة ضعف بسبب موت إينوكي. اهو في نفس الوقت ده بقى يوري بتكون عمالة بتحب في تشيهرو، وكالمعتاد عامله له كوباية كاكاو سخن زي بتاعت امه. فبيسألها تشيهرو ويقول لها انت قلتي لي ان كل اللي احنا فيه ده بسبب امي، انا عايزك تفهميني هو ايه اللي حصل. بتبدأ تحكي له يوري وبتقول له امك والبروفيسور ابويا اتعاونوا من 13 سنة وكانوا بيعملوا تجربة وغالبا فشلت، وتم ابتلاع امك في البوابة دي وانتقلت لعالم اخر، وابويا فقد ذراعه وحصل انفجار ضخم جدا هنا في المكان ده.
انا وانت كنا لسه صغيرين. من يومها بقى وكل حاجة اتغيرت. ابويا فضل يحاول يفتح بوابات في طوكيو لعوالم تانية، وحصل اللي حصل في العالم ده زي ما انت شايف كده. وكان ابويا بيضغط عليا اني لازم اقتلك. انا ذات نفسي مش عارفة ازاي الامور وصلت لكده والله. على الجانب الاخر بيسعى جون وهاري انهم يخطفوا كوتيتسو اللي بيكون عمال يتفسح مع تسوباكي. وبينما تشهر واحد مع يوري بتجيله مكالمة من كوتيتسو بيقول له الحقني انا في ورطة. بعد ما بيروح له بقى بنكتشف ان الورطة دي هي انه طلع مش معاه فلوس يحاسب مش اكتر. يا اخي وقعت قلوبنا والله، فكرناك مت ولا حاجة. بعد ما بيوصل تشيرو وبيحاسب لهم بيقرر جو يحصر تشيرو ويخطف كوتيتسو قدام عينيه، وبيقول له والله يا تشيرو لو اوريك الجحيم وانت عايش. فبيتحول على طول تشيرو ويجري وراه، وبياخد هاري قتال قوي جدا مع تسوباكي علشان يشغلها عن القتال التاني. ولما بيوصل تشيرو لمكان جو بيلاقي ان جو رابط كوتيتسو وعمال يعذبه قدامه. فبيتعصب تشيرو اللي عايز يلحق صاحبه، لكن جو بيقول له لو اتحركت حركة واحدة هخرم قلبه. وبيفضل يعذب فيه قدام عينين تشيرو، وبيتعرض تشيرو كمان للضرب وهو مش عارف يعمل اي حاجة. وبيتلذذ جو باللي هو عمال بيعمله ده، ومفكر بقى انه كده بينتقم لموت صاحبه اينوكي. لكن تشيرو بيقول له انت بتقول ايه؟ انا كنت بحاول انقذ اينوكي. وبينما هو على وشك انه يقتل كوتيتسو بتتدخل يوري وبتنقذه وبتدافع عن تشيرو. بيستغرب جو وبيقول لها انت بتعملي ايه؟ ابعدي من طريقي. بتقول له انا اسفه يا جو، لكنه ما بيتراجعش وبيهجم عليها هي كمان معاهم. ولما بيكون خلاص على وشك انه يقتلها بيتراجع في اخر لحظه وبيسيبهم ويمشي. وبيقول تشيرو ليوري كده انت ما عادش ليكي مكان تروحيه، تعالي معانا احسن لك. على الجانب الاخر هاري طالع عينيه قدام تسوباكي اللي عماله تلعب بيه هي ودميتها، وبتكون خلاص هتقتله، لكن بيوصل جو عنده ويلحقوا ويهربوا. بعد كده بيجمع تشيرو كل حاملين دم سلالة الابطال، ومعاهم كمان منظمة حماة البلد. لكن كلمة من هنا على كلمة من هنا بيكونوا خلاص هيمسكوا في بعض. وشيما المسؤولة عن اصحاب الدم البطولي بتقول لهم لازم ندمر طوكيو، هو ده الحل الوحيد. والحماة بيردوا عليها ويقولوا لها محدش هيدمر حاجة. بيقاطعهم تشيرو وبيقول لهم بس كفايه كده، انا قررت ان احنا هنحل الخلاف ده من غير ما نأذي الناس او ندمر طوكيو. وبيقدم لهم يوري، فاول ما بيشوفوها بيقولوا ايه ده انت جايب لنا عميله فوضى هنا. وبيبداوا كلهم يهجموا عليها ما عدا تشيرو اللي بيدافع عنها. فبيتهموا تشيرو بالخيانه وانه انضم لمنظمه افال بتاعه ابوها. بيوقفهم وبيقول لهم ممكن تسمعوني؟ ايه كميه التسرع اللي عندكم دي؟ يخرب بيوتكم. قال له هو مفيش احترام كده لاي حد كبير؟ وبيحكي لهم ويقول لهم انا قبل ما اي حد بيموت هو بيشوفه في الحلم بتاعه، وانه حلم بموت ابو كوتيتسو وبعدها اينوكي وبعدها كوتيتسو نفسه. وقبل ما كوتيتسو يموت يوري اتدخلت وانقذتنا احنا الاتنين. يوري هي اللي اثبتت لي ان انا ممكن اغير النبوءة والحلم ده. صدقوني انا هقدر انقذ الناس اللي انا بحبهم. وبيشرح لحماة البلد ان منظمة افال عايزة تقتل اصحاب سلالة الدم البطولي عن طريق انهم يحولوا البشر لوحوش، وده بسبب ان الضباب اللي موجود في طوكيو ده هو الارض الخصبة لتحويلهم لوحوش. لازم ننجو ونتعاون ونوقف خطة صناع الفوضى. على الجانب الاخر بقى بتوصل الاخبار دي لابو يوري اللي بيكون متضايق جدا، وبيأمرهم انهم لازم يجيبوا البت بنته دي من قفاها حالا. في نفس الوقت ده بتروح ماري لمكان تبع منظمة افال. ماري دي اللي هي من حماة البلد، وبتكتشف حاجة خطيرة جدا وهي ان الضباب الاحمر ده هم اللي بيصنعوه. لما هي اكتشفت حاجة زي دي بقى بيظهر حد من اتباع منظمة افال ويقتلها فورا، وقبل ما تموت بتقدر انها تهرب وترجع توصل رسالة لكهرة. وبتموت ماري على طول بعد ما وصلته رسالتها. طبعا اللي حصل ده بيخليهم يتهموا يوري بالخيانة، وبيزودها كمان لما ابوها بيجي وبيقول لها شاطرة يا بنتي، عملت الخطة اللي انا قلتلك عليها بالظبط. وطبعا زي ما احنا عارفين هي بتكون ما عملتش اي حاجة. وبيفضل تشيرو يدافع عنها لانه متأكد انها ما عملتش كده، بس كل اللي وثقوا فيها من اتباع تشيرو ما عادوش مصدقينه وبيتهموه ويتهموها اكتر بالخيانة. فبعد الضغط ده كله بتضطر انها ترجع لابوها، وقبل ما بيمشي بيضحك لهم ضحكة الانتصار. ولما بيصطحب بنته على المقر بيفضل يضرب فيها ضرب مبرح جامد. وبسبب اللي حصل ده بقى دولة الحماة بتلغي تعاونها معاهم وتتنيل الدنيا اكتر واكتر فوق دماغ تشيرو.
وبيقع اللوم عليه لان ماري وثقت فيه وهو ما طلعش قد الثقة دي. على الجانب الاخر بقى بتستمر منظمة افال في تجاربها وهي تحويل البشر لوحوش، وبيكمل كهرا البحث بتاع ماري لانها قبل ما تموت سابت له اماكن المعامل بتاعة افال. لكن في نفس الوقت بيحلم تشيهرو بمقتل كهرا، فبيفضل تشيهرو يمشي وراه على امل انه يلحقه او ينقذه. لكن كهرا اول ما بيشوفه بيقول له ابعد عني يا خاين انت، بس تشيهرو ما بيسمعش الكلام وبيفضل يراقبه برضه. فبيسلم كهرا امره وبيقول له خلاص هصدقك للمرة الاخيرة، وبيروحوا سوا للمكان اللي ماري كانت فيه. وهناك بيكتشفوا انهم بيعيدوا صنع جوهر الحواجز علشان الضباب يستمر وتفضل طوكيو ارض خصبة للوحوش اللي هم بيفتحوا لها البوابات. بعد بقى ما بيكتشفوا الاكتشاف ده بيهجم عليهم واحد من منظمة افال وهو ده اللي قتل ماري، وبيطلع كهرا يعرفه واسمه كارك، وكان زمان اشهر عازف بيانو. ده انا زمان كنت بشتري اسطواناته كلها، وبيطلق عليه اسم الموسيقار البايظ او حاصد الموتى. المهم يعني كارك ده ما بيسيبش فرصة وبيهجم بكل سرعته على كهرا، فبيتحول تشيهرو على طول علشان يهجم هو كمان. لكن فجأة ايد بتمسكه من رجله، ولما بيبص بيلاقي روح لأبوه وبعدها روح لإنوكي. طبعا تشيهرو بيصرخ من كتر الرعب، هو مش عارف ده ايه اصلا لان كهرا بيكون شايف ان مفيش اي حاجة حواليه. هو الولد تشيهرو بيعمل كده ليه؟ وفي وسط اللي هو فيه ده بيتلعن تشيهرو وبيتقيد بالتعويذة بتاعت كارك. وبينما كهرا بيحاول يحرر تشيهرو بيتعرض لهجوم، لكن ايرو بتصد الهجوم ده بجسدها. ولهنا بتنتهي حياة ايرو للأسف. بيستشيط كهرا غضبا وبيتحول بسرعة وبيندفع بكل سرعته على كارك، لكنه بيفشل يلمسه حتى وبياخد ضربة في صدره ويقع على الأرض. بتتدخل ايكو في اللحظة دي وتلحقهم، فلما تشيهرو بيدرك الوضع اللي هو فيه بقى بتنفجر منه القوة، وبيسدد ضربة قوية جدا لكارك والدمية اللي بتساعده، وبيوصل أصحاب تشيهرو وبيهرب كارك منهم. وقبل ما كهرا بيموت بيدخن سيجارة وبيقعد يعيط لتشيهرو. على الجانب الآخر بيبدأ شيراكي في عملية الانهيار العظيم التانية، واللي هيكون في حفلة موسيقية كارك هو الراعي بتاعها في حشد كبير جدا. فلو تشيهرو اللي معاه فكروا يمنعوهم ممكن يحولوا كل الحفلة دي لوحوش، وساعتها هتتحول لكارثة بجد. لكن تشيهرو بياخد صحابه وبيروحوا لمكان الحفلة فعلا. أول ما كارك بيشوفهم بيحول عدد من البشريين لوحوش وبيهجموا عليهم، وبتبدأ الحفلة وفي نفس الوقت في الخارج بيتقاتل تشيهرو واصحابه مع الوحوش، واللي بيقعدوا يخلصوا عليهم واحد ورا التاني. وهارو بيهجم على تشيهرو ويضربه. جوه الحفلة بقى بتبدأ موسيقى كارك تأثر على كل اللي موجودين، لكن تشيهرو بيكون عامل خطة ذكية جدا، وهي ان اللي موجود في الخارج ده مش تشيهرو، ده مجرد نسخة منه، بينما الحقيقي بيفاجئ كارك بهجوم مباغت. لكن للأسف جون بيكون موجود علشان يحمي كارك، وبيتحول كارك هو كمان بعد ما اخد باله وبيقول لتشيهرو انت ضيف مش مدعو للحفلة دي، وبيلقي تعويذة عزف الموت على مسامع الجمهور. وده وسط مشهد تقشعر له الأبدان وتتجلى له مسامع الحاضرين بين مذهول وغير مصدق، وبتبدأ تتطاير أرواح الجمهور وبتتجمع في دايرة واحدة لتتحول لوحش ضخم جدا. ساعتها بيتشتت انتباه تشيهرو، فبيستغل جون الفرصة دي ويطعن تشيهرو طعنة بتخترقه، لكن تشيهرو ما بيستسلمش وبتخرج منه هالة سيد السلالة وبيعمل الجلاشة مع جون. لكنه في الأول وفي الآخر مش بيرضى انه يقتله، فبيكون جون على وشك انه يقتل تشيهرو، بس بيستغل كارك الفرصة ويقتله هو، وبيقول له انا مش هسلمك رقبة سيد السلالة بسهولة كده، ده المفروض بتاعي وانا اللي هخلص عليه. ولما هارو بيتدخل بيهجم عليه هو كمان، لكن أكيرا بتتدخل وبتاخد الطعنة مكانه، فبيزود قوة الهجوم ويخترقهم هما الاتنين يقتلهم، وكل ده باستخدام الدمية اللي هو بيتحكم فيها. بيستشيط تشيهرو غضبا وبيتحول لشكل سيد السلالة، وبضربة واحدة بيقسمه لنصين حرفيا، وبيروح علشان يهجم على كارك لكنه بيهرب ويختفي. بنرجع بعد كده لشراكي اللي بيستدعي بنته اللي اسمها شيو، واللي باين عليها كانت شغالة في مشروع خطير جدا، والبوابات اللي ممكن تفتحها تقدر تبتلع العالم كله حرفيا. اوبا ده الموضوع كبر قوي. بعدها بيحاول يضحك
على يوري ويوريها تشيرو وهو بيقتل صحابه، واللي مش بتكون قادرة تصدق ان تشيرو عمل كده لحد ما بيفرجها على فيديوهات متفبركة وهو بيقتل جون، وبيقول لها الواد ده يا بنتي اصبح خطر عليكي، حرفيا هو ما عادش عارف يتحكم في قوته خالص، لازم تخلصي العالم منه قبل ما يأذي نفسه ويأذيكي. بعدها بتروح يوري علشان تقابله في المكان اللي بيتقابلوا فيه اللي هو عند بيته، واللي بتقعد تقنعه انه ما يستخدمش القوة دي تاني ابدا. بيقول لها ازاي بس، ده انا سمعت ان ابوكي عنده خطة بنت كلب، الراجل المختل ده عايز ينقل طوكيو كلها العالم تاني، انا محتاج القوة دي يا يوري. بتتحول يوري وتقول له انا هنقذك غصب عنك يا تشيرو. في اللحظة دي بتتدخل ايكو الحامية بتاعة تشيرو وبتنقذه وتمسك يوري وتقول لها حرام عليك يا شيخة، خطفت الولا مني، انا مش هسمح لك ابدا انك تكوني السبب في موته لان الحامية بتاعته، ده على جثتي يا روح ماما. ولما بتكون على وشك انها تقتلها بتعمل يوري اغبى تصرف في التاريخ، وهي انها بتقتل ايكو وبتطلع تجري تهرب من تشيرو. ومن هنا بتبدأ خطة شيو في فشخ طوكيو كلها، وبتهتز المدينة وبيبدأ الدمار وبيتغير الجو وبتتفتح البوابة، وبيكون شيراكي مبسوط قوي بالدمار اللي عمال بيحصل ده، وبيتحرك تشيرو واصحابه وهما مش عارفين ايه اللي بيحصل اصلا، وشايفين الناس وهم بيطيروا في الجو. وبيكون كارك عمال بيعزف تاني، وللمرة التانية بيحول ارواح البشر لوحش اضخم وبيستخدمه في الهجوم على تشيرو. بينما بيروح اصحاب تشيرو عند المركز اللي المفروض انه بيتحكم في البوابة اللي هتتفتح، ولما بيوصلوا هناك بيلاقوا عدد غبي من الوحوش بيحوطهم، فساكي بتجري وبتروح هي للمركز علشان تدمر مصدر البوابة. وفي وسط الاحداث دي كلها بيعترف كوتيتسو لتسوباكي بحبه، والله يعني يا صاحبي انت ما لقيتش وقت اوحش من كده تعترف لها بحبك، شاطر يا كوتيتسو يا حبيبي شاطر. على الجانب الاخر بقى نستأنف قتال تشيرو وكارك والتنين، فتشيرو على طول بيهجم على الوحش لكنه مش بيقدر يخترقه من اي مكان، وفجأة بيستخدم كارك الدمية اللي معاه وبيستغل دفاع تشيرو المفتوح ويطعنه بالمنجل بتاعها، وبيضربوا التنين بديله ضربة يطيره. لكن تشيرو بيفتكر كل اللي ماتوا في سبيل طوكيو، وبتنفجر منه طاقة سيد السلالة للمرة التانية، ولما التنين بيروح علشان يضربه بيصدها تشيرو وبيرد له الضربة أقوى وأقوى بكتير، حرفيا بيولع فيه. ساعتها كارك بقى بيكون مش مصدق إن تشيرو عمل كده، وبيقول له أنت وصلت لمرحلة إنك ما عدتش إنسان، أنت واجهت إيه علشان توصل لكل ده؟ ولما الدمية بتحاول تهجم عليه بيتجاوز هجومها بسهولة، وبيروح عليها بسرعة يقسمها لنصين ويهجم على كارك يقطع له ايديه الاتنين عشان ما عادش يعزف. وريني بقى هتعزف تاني ازاي، اكيد بلسانك. وبعدها يطعنه طعنة في بطنه تخرج من الجهة التانية. نرجع تاني بقى للمعلم كوتيتسو وتسوباكي اللي بيكونوا في موقف حرج لا يحسدوا عليه، لكن بيتلحقوا في اللحظة الحاسمة من صحابها اعضاء حماة البلد ويدافعوا عنها ويقولوا لها انت لسه جزء مننا، ما ينفعش نستغنى عنك يا تسوباكي، وفي نفس الوقت هنطهر البلد من الارواح الشريرة. ومن هنا بترجح الكفة تاني لصالح تسوباكي في الخارج. بعد ما خلصوا على كل الوحوش اللي موجودة بقى بندخل للمركز، وهناك بيكون شيراكي موجود وبنته، وبيحصل قتال قوي جدا ما بين ساكي وشيو. الظاهر كده ان الاضعف فيه هي ساكي، لكنها مش بتستسلم وبتضربها ضربة تطيرها تبوظ الاجهزة اللي بتفتح البوابة، فشيو ما تسكتش وتضربها ضربة يغمى عليها وتقول لها احنا كده فقدنا السيطرة على الاجهزة يا بنت اللذينة. ومن هنا يبدأ تضخم البوابة، وبيكون ابو يوري مبسوط قوي، فاللي ورا ده هو دانو، واحد كده معاهم في منظمة الفوضى. المهم يعني بيزقه جوه البوابة دي وبيقول له مع السلامة انت بقى جده. نرجع لتشيرو اللي بيكون واقف بعيد وبيقول يا ترى هم نجحوا ولا لا. بتقول له دوكس للاسف فشلوا فشل ذريع، احنا كده فقدنا السيطرة على البوابة وهتفضل تكبر تكبر لحد ما تاكل العالم كله، لكن في حل واحد بس يا تشيرو، وهو ان السيد السلالة بيكون عنده القدرة انه يفتح بوابته ويقفلها، فاعتقد انك تقدر تقفلها. ولما بيروح تشيرو عند البوابة بيلاقي هناك يوري بتمنعه وبتقول له مش هسيبك تقتل نفسك وهقتلك انا. يا بنت المجنونة، وبتفضل تهجم عليه بلا رحمة وهو مش عايز يأذيها، لكن كل هدفها في اللحظة دي انها تقتله وخلاص، وبيتفادى ليها هجوم بصعوبة لكنه بيتعور.
وبيكون عنده الفرصة انه يقتلها لكنه بيتجاوزها ويروح يقتل الوحش. فبتستغرب كده وترجع لعقلها وتقول له ليه ما قتلتنيش مع ان كان قدامك الفرصة؟ بيقول لها طبعا ما اقدرش اقتل اكتر شخص حبيته في حياتي. فبتعيط وتتأسف له وتترمي في حضنه وبتقول له مش هتضحي بنفسك لوحدك، انا رجل على رجلك. فبيوافق وبيصعدوا للبوابة مع بعض، وفي اخر لحظة بيزقها تشيرو ويدخل هو للبوابة وبيضحي بنفسه لوحده. واخر كلماته انا اسف يا يوري عيشي حياتك انتي. وبتتقفل البوابة بعد ما تشيرو بيدخلها على طول. وفي لحظات بترجع المدينة لوضعها تاني، وبتمر الايام وبتقعد يوري تحتسي الكاكاو الساخن في نفس مكانها هي وتشيرو. بص بقى، فاكرين الولع اللي اسمه دانو ده؟ طلع بيعرف يستدعي وحوش هو كمان وعمال ينشرها في المدينة. ايوه هي النهايات كده لازم تبقى منيلة ب60 نيلة، العالم ده مش هيصلح حاله ابدا. بس كده يا سيدي الانمي بتاعنا خلص لحد هنا. انا بقى يا سيدي جينو ودي قناة جينو انمي. يعني يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب كده وتنشر الفيديو ده في كل مكان عشان اتبسط منك، واستنى مني فيديوهات طرش جامدة جدا جديدة. وبس كده بقى، السلام عليكم لحد هنا.